السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وعودة من بعد غياب لظروف غصب عني. لسه جاي من السفر امبارح. انا مقصر في حقكم كتير جدا. عزيزي مشاهد، عزيزي جماهير ادهم في الملاعب، حقكم عليا. هعوضكم عن كل فترة الغياب اللي فاتت دي. هتشوفوا الفترة اللي جاية حلقات كتير جدا كتير جدا عن احداث الدوريات الكبرى، الخمسة الكبرى في اوروبا، عن احداث الدوري المصري الايجيبشن ليج، وعن احداث دوري ابطال اوروبا وخروج ليفربول. كل ده هنشوفه في حلقات كتير جدا جايه. وكل سنه وانتم طيبين ورمضان كريم عليكم جميعا. الحدث الاكبر والاهم والحدث الجدل الكبير في الشرق الاوسط هو اليوم 11 مارس 11 رمضان، انسحاب النادي الاهلي نادي القرن امام نادي الزمالك في القمه 130. فيلا بينا نبدأ في ادهم في الملاعب. ولو وصلك الفيديو خش اعمل سبسكرايب للقناة وفعل جرس التنبيهات عشان يوصلك كل جديد اول باول، واخبط اللايك الجميل. فيلا بينا نبدأ. باي من غير سلام. باي من غير سلام ولا بتاعتك دي؟ ده تبقى صوت على الكل. هي كلها بقت قلودي. بكل ما تحمله الكلمة مهزلة، منظر مسيء للكرة المصرية وللكرة العربية ولديربي مصنف من أقوى 10 ديربيات في العالم بين الزمالك والأهلي أو الأهلي والزمالك. يعني منظر مسيء جدا ومشاكل كتير، وبقالنا اسبوع في درويلة وبيان من النادي الاهلي وبيان من نادي الزمالك وبيان من اتحاد الكوره وبيان من رابطه الانديه. هنتنينا في القصه دي لحد امتى يا جماعه؟ ومع احترامي اللي مخليني يعني مخنوق من القصه، انت النادي الاهلي بتعاند نفسك ليه؟ بتعاند نفسك ليه يعني؟ فيها ايه اما حكام مصريين هيحكموا اللقاء؟ ما انت ماشي في الدوري المصري مع الفرق كلها بحكام مصريين عادي يعني، مش قضية. مشي الدنيا. استفدت ايه اما جمهورك راح الاستاد ورجع افهم امر عيش والدموع في عينه؟ وكل الناس كانت عايزة تتفرج على ماتش ما بين الزمالك والاهلي الاقوى في افريقيا والشرق الاوسط. كل الناس زملكاوي اهلاوي اسماعيلاوي كله هس، بس مصيبه جايه ديربي القاهره، الزمالك والاهلي او الاهلي والزمالك، كله بيقف عنده، كله بيبقى قاعد مستني الماتش عشان ده من اكبر الاحداث الرياضيه. ده اللي بيخرج الواحد عن اللي هو فيه. الناس بتستلف فلوس عشان تروح تدفع التذاكر وتحضر الماتش ده. انت عاكنين على المصريين كلهم. عايزين نتفرج على ماتش الاهلي والزمالك ديربي، ماتش ممتع، كل الناس بتقعد تتجمع، العائلات والصحاب وكافيتريات عشان يتفرجوا على ماتش زي ده. انت استفدت ايه؟ انت هيتخصم منك ال3 نقط اللي هو دلوقتي الزمالك كده خلاص كسب النادي الاهلي، ما هم انسحبوا ما جوش. كسب النادي الاهلي 3-0، فاصبح الزمالك 35 نقطة والاهلي اتخصم منه 3 نقط فاصبح 36 نقطة، مع العلم ان الاهلي اخر الموسم مخصوم منه 3 نقط تانيين. يعني انت كده الاهلي اتخصم منه 6، يعني كده الزمالك التاني بفرق نقطتين عن النادي الاهلي. ورسميا خلاص بيراميدز خد الدوري، وانت كاهلي المركز الثالث هتنافس على الثاني مع الزمالك. ولو كملت الدوري، انت بتقول انك مش هتكمل الدوري، فحال انك ما اكملتش الدوري انت بتعمل كارثه في النادي الاهلي، هتبوظ كيان بالكامل. لو اللوائح والقوانين اتطبقت عليك، انت لو انسحبت من مسابقه الدوري، غرامات مش عارف كام مليون، ايقاف مش عارف ايه، انذارات صفراء، الاجوان اللي ليك هتتشال، الاجوان اللي عليك هتتحسب اكتر، نقط هتتخصم منك، المفروض تنزل درجه رابعه، موسمين كاملين ورا بعض مش هتشارك فيهم في الدوري الممتاز. قصص كبيره ودرويله دلوقتي ان مصر كلها بتتكلم ان الاهلي ما حضرش ماتش القمه وما جاش،
والتريقة بقى، وبدأت جماهير الزمالك ترد على جماهير الأهلي، وإحنا كده واحدة بواحدة انسحبنا مرة انتوا التانية وهكذا. يا جماعة منظر مؤسف، سواء زمالك أو أهلي أو أيا كان، المنظر ده وحش جدا. حاجة مش دي كرة مصرية معمولة يا جماعة من قبل ما دول تتعمل. كرة مصر دي متأسسة من قبل ما دول تتأسس. عيب عيب، انت اقدم اتحاد كورة في افريقيا وفي الشرق الاوسط في اسيا. فمنظر زي ده كل العالم قاعد بيتفرج مستنين، وجايبين مذيع من بره. ايه ده؟ انت بتقول الحكام الاجانب لو كانوا جم قبل الوقت القانوني بتاع المباراة اللي هو التلت ساعة والنص ساعة قبل ما الحكم يصفر، لو الحكام الأجانب جم كنت هتيجي. طب ما دي كارثة أكبر، إن حكام ناس طالعة من بيتها رايحين أكل عيشهم يحكموا مباراة، لبسوا الطقم وبدأوا شغلهم ووقفوا في الملعب. أنت عايز تجيب حكام أجانب وقتها وتكرش الحكام المصريين اللي هم خلاص نزلوا الملعب ولبسوا الطقم الرياضي وفي الفار وجهزوا نفسهم؟ دي كانت تبقى كارثة أكبر. والله أعلم إن ده تدخل بقى من فوق، إن خلاص صفر على كده ما ينفعش حكام أجانب يعني. أصل حاجة صعبة يعني. أنت حط نفسك رايح شغلك لقيت نفسك مكروش وجايبين ناس أجانب. ما تمشي الدنيا يعني. انت عندك ايه تخاف منه من الزمالك؟ انا مش فاهم. ده الزمالك على الله ان شاء الله وغلبان وماشيه معاه ايه كده اهو بالدعاء. انت كنادي اهلي وكيان ومؤسسه كبيره وعمال تعمل اعلانات و ولاعيبه وصفقات وكاس عالم انديه وكل ده وبن شرقي وجريتشار وايه إيه. عندك ايه تخاف منه من الزمالك؟ او تخاف من حكم مصر انه يحكم؟ احنا عمرنا شفنا المنظر ده بره يا جماعه. عمرنا شفنا المنظر ده بره في اي حته، بلاش بره، في اي حته. منظر مسيء للكره المصريه. كل الناس اتعكنن عليها النهارده. الزملكاويه فرحانين ان هم كسبوا وخدوا نقط والاهلي يتسحب منه نقط، بس كان نفسهم من جواهم ان هم يتفرجوا على الماتش. عكننت على شعب كامل. قرار غريب وعجيب. وبشوف حاجات في الكره المصريه دي انا بصراحه مبقاش عايز اتكلم. مبقاش عايز اتكلم عن الكره في مصر يا جماعه. الواحد بيتعب والله. حاجه تزهق. من 2010 احنا في الموال ده. الواحد حزين جدا بصراحه كده. بالفم المليان. بيراميدز مبروك الدوري المصري لأول مرة في تاريخه، إلا إذا حصلت المعجزة. الأهلي باي باي كمبورة. كل جماهيره خلاص. ركز بقى في كأس العالم للأندية وشوف هتعمل إيه. وجدل كبير، وهنتابع أول بأول وهننزل حلقات عن كل جديد هيحصل. هنعوضكم كتير جدا عن الفترة اللي غبت فيها واللي كنت مسافر فيها، وحقكم عليا تاني. هنتكلم بالتفصيل عن كل ما حدث من أول رمضان في اللي فات، وهنتكلم بالتفصيل عن اللي جاي وحلقات كتير جدا. تابعوني أول بأول عشان يوصل لكم كل جديد. فاخبط اعمل السبسكرايب الجميل وفعل جرس التنبيهات وشير القناة دي في كل حتة عشان نوصل لأكبر عدد من المشتركين ونشوف كل أحداث الكورة في أدهم في الملاعب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.